السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم وليد المسانية. وصفتنا نهار اليوم بسس الطاجين. هاد الوصفة جبتها لكم كيما كانوا يعملوها ناس زمان، وهاد المبسس نقدموه بالعسل ونطيبوه في الطاجين. تبعوا معايا طريقة التحضير. لهاد المبسس نحتاجو 3 كيلات تاع السميد. عندي 2 كيلات سميد متوسط وكيلة سميد الرطب، هذاك اللي يجي رطب كامل. وعندي نص كيلة نتاع الزبدة، نزيدو لها تاني نص كيلة متعادلة معاها نتاع الزيت، وزوج معالق كبار نتاع السكر وشوية نتاع الملح. شوفوا هنا هذا السميد المتوسط. علاش نعملو له هذاك السميد الرطب؟ باش ما يجيش يتفتت والقوام تاعو يجي بنين 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 بزاف بزاف. خير ملي نعملوه غير بالمتوسط بوحدو. ونزيدو هادوك الزوج معالق نتاع السكر. شوفوا هنا اللي يحب هاد المبسس ذوق مالح ما يحبش السكر يستغنى على هاد السكر ما يعملوش. هايدا ونزيدو كمية نتاع الملح. هنا الملح ما تكتروش، عاملو غير على حساب 4 معالق هايدا صغيره. نخلطو هاد النواشف هايدا مليح. نمشي نجيب هنا معلقه كبيره نتاع الجلجلان. شوفوا هاد المرحله اللي يحب يعملها واللي ما يحبش يستغنى عليها. بصح صدقوني هاد الجلجلان يزيد للمبسس واحد البنه روعه. في الزمان كانوا يعملوه بالسانوج، بصح بالجلجلان يجي روعه. ونزيدو كميه نتاع الزيت. شوفوا هنا هاد الكيله عملتها ناقص اصبع، ما تعمروش الزيت حتى للفوق. نخلطو مليح ونمشيو نزيدوها على هادوك النواشف. وهنا لازم هاد الزبدة والزيت يكون بارد، ما تخليوش هذيك الزبدة سخونة وتشيو تزيدو عليها هذيك الزيت. خليوها حتى كي تبرد باش كي تخلطوا هاد الخليط تاع المبسس ما يتكورش معاكم هذاك العجين، باش كي تطيبوه يجيكم ساهل في الخدمه تاعو. ونخلطوه هايدا. شوفوا راني نخلط غير بالصباع تاع يديا باش ندخلو هذيك الزبده مع الزيت مليح في هذاك السميد وهذاك السكر حتى هو يذوب معانا. ونمشي نغطي عليه ونخليه يريح ما بين 10 دقائق حتى لربع ساعة. وهنا بعد ما كنت خليته يريح شويه، شوفوا هذاك الخليط كيفاش راه ما تعجن ما تكور معايا. نمشي نجيب هايدا كاس تاع الماء شويه دافي ونبدا نلم في هذيك العجينه. هنا شوفوا تعملوا الماء غير بشويه وتطموا في هذيك العجينه حتى تحسوها بدات تطرى معاكم. هنا شوفوا كي تكونوا تخلطوا خطره خطره عاود تحلوا هذاك العجين باش تشوفوا من الداخل لا راه خاصو الماء ولا لا. هايدا حتى تتشكل معنا عجينه. شوفوا هنا ما خصنيش ديك العجينه تجيني طريه بزاف ومشي عاود قاصحه بزاف. هذا هو القوام تاعها. شوفوا كيفاش جات. شوفوا هنا شحال بقى لي الماء. هذاك الكاس بقى لي على حساب 4 كاس. نمشي نجيب هايدا الطبسي نخدم فيه باش ما نوسخش هذاك لو بلون دو طرافاي تاعي، ونحل غير هايدا بيديا. اللي تحب تعمل بالوراق تجيب هايدا الوراق وتحل به، بصح غير بيديكم وتشكلوها كيما حبيتو. تحبوا تعملوها مقروطات، تحبوا تعملوها مربعات، نتوما والشكل اللي تحبوا تعملوه. انا كل مره نعملها بشكل، وهاد المره حبيت نعملها دوائر. هايدا نسكدها باش هذاك السمك يجينا كامل كيف كيف، ما تجيناش جهه خشينه وجهه رقيقه. مشيت نجيب هذه اللي نقطع بها. هايدا نشكلهم دوائر. وفي الجهه الاخرى راني عامله الطاجين تاعي سخن على نار متوسطه. هنا تعملوا نار متوسطه شويه قويه. ونمشي نحي دوك الحبات باش نعملهم يطيبوا. شوفوا كيفاش راهم يتنحاو معايا، ما يتفتوا، ما يفزت الشكل تاعهم، ما والو، يبقى الشكل تاعهم هو هو. هايدا تخدموا تنحيو حبه مر حبه وتعملوهم يطيبوا كامل في نفس الوقت. نعملوهم هايدا في الطاجين. شوفوا هنا كي تعملوهم هايدا ما تبقاوش كل خطره تقلبوا فيهم، غير خطره خطره تحركوهم هايدا بيديكم باش ما ينحرقوش معاكم. كي تحسوا باللي طاب عاده تبديو تقلبوا فيهم هايدا باش ما يتفتوا معاكم ما والو. نكمل انا هايدا نقلبهم ونمشي نكمل الحبات الاخرين ثاني اللي نعاود نشكلهم بهذيك العجينه اللي بقات لي ونطيبهم كامل بنفس الطريقه. كيما شفتوا انا عملت غير كميه قليله، واللي تحب تضاعف المقادير تعمل بالغرفيه ما تعملش بالكاس باش يخرج لها كميه كبيره. ونقعد هايدا نقلب فيهم.
باش يطيب معايا كامل الجوايه، والحبه اللي طيب معايا نحيها. هايدا كامل نحيوهم. شوفوا هنا بعد ما نحيتهم نمشي نجيب سربيطه ونغطيهم ونخليوهم حتى يدفاو معانا باش يزيد يولي طري وهشيش. وشوفوا هنا كي قدمته في طبق تقديم، قدمته هايدا مع العسل، واللي ما يحبش العسل يستغنى عليه. شوفوا كيفاش جا بزاف بزاف بنين وجا هشيش يذوب في الفم. وهذاك الجلجلان زاد له واحد البنه روعه، ان شاء الله كامل تسيوه بهذه الطريقه. شوفوني ماشي نقسم هنا معكم حبه غير بشويه باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. شوفوا جات هذيك الحبه طريه وهشيشه وتذوب في الفم. وهذه هي حبيباتي، ان شاء الله نكون فتكم في هذا الفيديو نتاع اليوم. ما تنساوليش جام وابوني، والى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.